من اكتر الاسواق اللي كتير جدا من الميديا بايرز بيفشلوا فيها وهو السوق الخليجي. السوق الخليجي من اصعب الاسواق اللي اي حد ممكن يشتغل فيها، لانه سوق حساس جدا، في ضوابط وفي التزامات عكس اي سوق تاني. مثلا خلينا نجيب مثال السعوديه دلوقتي. لو جينا قارناها بالسنين اللي فاتت، القوانين اللي تم اصدارها في المجال الاونلاين بيزنس، المجال الرقمي عامه، تطور كبير جدا، بقى فيه ضوابط اكتر، بقى فيه التزامات اكتر. فلو الميديا باير او الشخص اللي بيعمل لك اعلانات هو ممكن يكون سبب يفشل لك المشروع، وممكن يقفل لك المشروع كمان. وده طبعا يعني شفت ناس كتير قوي بتقع في الاخطاء دي. فالميديا باير لازم يبقى خبره في السوق الخليجي، لازم يبقى فاهم، يبقى عارف الضوابط والالتزامات بتاعته، ويبقى فاهم الضوابط والالتزامات المنتج او السيرفيس اللي انت بتقدمها ما يقابلها ضوابط والالتزامات بتاعه السوق الخليجي او السياسه اللي ماشيه بيها مثلا السوق السعودي دلوقتي. فلو انت من الناس اللي مهتمه بمجال الميديا باينج تحديدا في السوق الخليجي، انا عبد الرحمن المنسي، خبره 4 سنين في الديجيتال ماركتنج في الجولف ماركت والمينا ماركت. لو محتاج مني اي استشاره او اي خدمه بشكل فري تماما، اتاكد انك انت عامل لي فولو وسيب لي كومنت، هبعت لك على الدي ام. سلام.